بص، انا اتأذيت كتير قوي جدا، بس اتعلمت حاجة بسيطة جدا، خدها مني. لما كان رسول الله، لما كان اليهودي كان بيعمل حمام على باب بيته، وكان كل يوم بيأذيه. ففي مرة راح، ما كانش جه تقريبا او ما شافهوش، فراح سأل عليه مع انه بيأذيه: هو انت كويس؟ ما جيتش النهارده ليه كده؟ اتعلمت دايما ان انا لما اجي اتأذي ما اقدمش الاذية بالاذية. انا عندي حد اذاني جامد جدا في سمعتي وفي حياتي وفي دنيتي، في حاجات كتيرة جدا. كل حاجة عملتها ان انا وقفت معاه جدعنة. الزمن ده مش موجود، لان قلة الفلوس بانت النفوس كلها، الناس كلها ظهرت على حقيقتها. المؤذي والشرير واللي عايز بيحاربك عشان خاطر ياخد ويشرب ويأذيك، عايش عشان خاطر أذيتك، هو شغلانته أذيتك أو إن هو غيران منك. أعرف كل صنف، كل واحد مين. ده أذاني، ده بيكرهني، اتعامل بقى معاهم بخباثة. خليك خبيث، مش منافق، بس خد حذرك. لكن انت لو اتعملت في عزلة، الناس كلها، بص، اتعلم ان الناس كلها صنف واحد، لحد لما يفضل منه حاجة كويسة. خليك عارف ان الناس كلها وحشة، وان الناس كلها صعبة، وان الناس كلها نفاق، والناس كلها كدابة، والناس كلها هتحاربك. عشان الكل اعرف ان كل ده كده سيستم في حياتك. حتى انا، حتى كل الناس، شوف اللي كل في لايف اقول لك، محدش فينا عارف مين كويس ومين وحش، لحد لما يكبر منه حاجة كويسة، لحد ما تضغط مرة واثنين وثلاثة واربعة. لكن لما تعزل نفسك مش حاجة كويسة. من اسباب الاكتئاب، اسألني انا ساعات بمل، بزهق، فترة مش شغالة فيها بالبرنامج بزهق، مبلاقيش حد اتكلم معاه، مش حد اضحك، مش حد حتى مثلا يقول لي كلمة حلوة بصراحة. الموضوع بيبقى ملل. اذا انا كنت قاعدة لوحدي وملل، حاسة بملل. ومش شرب السجاير حاجة كويسة، تحرق في سجارة على سجارة، سجارة تجيب جيوان، والجيوان جايب جيرو، وانا مش عارفة ايه كده يعني الأغنية دي. ميرسي يا عم. برجع بعروسة. انت وبس اللي حبيبي. ميرسي يا ايموشن، تسلم لي يا رب يا ناصر. متزعلش نفسك وسيبها لفوق. ميرسي. اللي ما تابعيش على الانستجرام يبقى بعتلي على الانستا. سؤال ايه يا احمد؟ صباح العسل يا جان. هلا يا ابو لؤي. عايزه اقول لكم اتقدم لي عرسان كتير قوي بصراحه، جالي بقى رجل اعمال، وجالي مش عارفه مين، وناس غريبه قوي. المهم فبرد رد مقنع: انا ما بتشاليش بالفلوس. اللي هتغريني ان انا هكمل معاك حياتي دي جوازه. اللسان اللي انا هحبه واثق فيه والاقيه باهتمام وطيب وكويس وفيه كل حاجه، لازم اكون حابه الانسان عشان اكمل معاه. انا مش فلوسك ولا دعمك اللي هيخليني احبك. لو انا بصيت لك كده يبقى انا مش بنت ناس، يبقى انا مش هعرف اكمل معاك. لما اشوف حد احسن منك هسيبك. ولو الدنيا جرت بيك الزمن
وما لقيتش تاكل، هسيبك عشان انا مش واخداك على حب، مش واخداك على ده، انا واخداك على حاجه تانية. حتى الراجل اللي بيبص على الواحده عشان جسمها لو لقى واحده احسن منها هياخدها عشان هي كده. من بدات بشيء نهيتها بشيء. فانا ما بتشاريش الناس اللي بتكلمني على الخاص وبتقولي انا عايزه وعايز والكلام ده، انا مش بتاعت الكلام ده ومحدش بيشتريني والله نهائي. انا من اسكندريه، حتى لو قاعده في البيت شايفين الرسم الضحك كده على وشي او مبسوطه في حياتي، لازم يحصل حاجات ملهاش دعوه، ده حقد جواهم. يعني هما لما بيحصل لهم حاجه انا بفرح لهم بالخير. انا لا، ممكن مع اي حد تاني عندهم بنتهم لو قاعده، يعني لو في نفس موقفي هيتسقف لها، هيطبطبوا عليها الدنيا. انا بالذات اي حاجه اعملها في حياتي لا. حتى لما جبت الولد حسدوني على الولد مع اني مش مستفاده حاجه، مش فاهمه هي ولد وبنت يعني. انا ورثي من ابويا 2 مليون ونص، بقالي 13 سنه محاكم ومواد وخطفوا اختي واتهاجموا علينا وسرقوا الولاد كله. البلطجه ليها ناسها، ليها حكامها، بلعوا عنهم. دي حياتك لا تلتفتي، ما بلتفتش ليهم، بس بقولك يعني ان اذية الاقارب عامله ازاي، مشاكلهم ازاي، وحواراتهم ازاي. انتوا ما تعلموش بكل اسرار واحد في قلبه ايه والدنيا فيها ايه. فما تضايقش نفسك، ما تقولش اصل انا هما مش عايزين يسيبوك، مش هيسيبوك في حالك، وهم فاكرين ان ده حقهم. لو لا قدر الله والدك توفى او كده، اكيد هم مش هيسيبوا حقهم، مع ان في الشرع قال ما دام في ولد ما لهمش حاجه، بس هو شغل بلطجه. هو عايز تعرف العقارب على صح، لازم يكون في حاجه فيها ورث، لازم يكون حاجه فيها ورث، فيها فلوس من الاخر. يعني حقهم مش حقهم، هو في لو مسمار هيطلبوا ياخدوه من الشقه هياخدوه، مع انه اصلا في الكلام او في القانون او في الشرع بيتقالك ما دام في ولد خلاص ما لهمش حاجه. يعني انت مجرد انت ولد اهو ما لهمش، بس هو بقى شغل بلطجه. وين يا سلام، ما انا فاهمه، بس في ناس شايفه ان البلطجه هي اساس الحياه. بلطجه تعرف تاخد حقك؟ لا. انا انياب دراكولا فين ده؟ فين ده؟ اللي عملته فيهم لان انا وعيالي عمي ايه طاحنين بعض وانا مكسحهم، قال واحد فيهم اخد 30 غرزه. يعني انت بتبلطج عليهم وبتضربهم بالغرز؟ مش عارفه اقول لك ايه. انا ضد ان انت ترد الاساءه بالاساءه. بص، انا اتأذيت كتير قوي جدا، بس اتعلمت حاجه بسيطه جدا خدها مني. لما كان اليهودي كان بيعمل حمام على باب بيته، وكان كل يوم بيأذيه. ففي مرة راح، ما كانش جه تقريبا او ما شافوش، فراح سأل عليه مع انه بيأذيه، هو انت كويس؟ ما جيتش النهارده ليه كده؟ اتعلمت دايما ان انا لما اجي اتأذي ما اقدمش الاذية بالاذية. كان عندي حد اذاني جامد جدا في سمعتي وفي حياتي وفي دنيتي في حاجات كتيرة جدا، كل حاجة عملتها ان انا وقفت معاه جدعانة. طب انتي بتعملي كده ليه؟ هو بنفسه قال انا عملت فيكي وعملت فيكي وعملت فيكي وعملت فيكي، ومراته قالتها لي. هم انا بدل اللي انا ما جيتش جنبهم. قلت له عشان خاطر اللي انا قلت لكم عليه ده، انا ما بحبش لو انت هتأذيني وانا عارفه ان من ايدك انت الاذيه
وانا جايه بدي الخير، فربنا هيعملني بنيتي، فلما اموت يعني يمكن عملت حاجه كويسه. فانا متعوده كده، ما بديش الاساءه بالاساءه اصلا. كان ليا منتج، يمكن هو لو شاهد هنا، لو كان موجود في اللايف، كنت ماضيه معاه ومره اتكسر برجليه، وكان ما بينا محاكم وحوارات ومشاكل وفضايح واخر قله ادب. فكيت البلوك ودخلت قلت له انت كويس؟ طب محتاج حاجه؟ طب مش عارفه ايه. فدخل ده كلم محل، قال له طب هي ليه بتعمل كده؟ قال له انت ما تعرفهاش، ده انت لو حاكم عليها بالاعدام هتبعت لك حد تطمن عليك. انا ما بعرفش قد الاذيه بالاذيه نهائي، بفضل شايله جوايا. بس اللي جه عليا واذاني حرفيا ما كسبش، واللي جه عليا واذاني ربنا ابتلاه بحاجه وحشه وقالها. وواحد جاي يأذيني قال له بلاش تأذي دي، عشان انا حصل معايا كذا 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 كذا، وامي حصل لها كذا، وانا حصل لي كذا. اخد فلوسي وصرفها من تعبي وتعبي واذاني اذيه. فشوف بقى صرفها في ايه. قال انا اذيتها فبلاش تأذيها. فعلا تسلم لي يا احمد، شكرا. فالاذيه بالاذيه مش حاجه كويسه خالص. اعمل خير وارميه في البحر. هما اذوك، خلي الحكومه تتصرف، انت ما تأذيش وتضرب وتموت وتعور وتغرق. ما هي العداوه بالعداوه. لما انت تعمل حاجه كويسه للشخص اللي عدوك، عارفه ممكن يقول ايه؟ ايه ده، هو ليه بيتعامل معايا كده؟ ممكن هو يبقى كويس، ممكن يبقى اصل كلنا اتخلقنا في حته سودة، ممكن فينا حاجات بيضة كويسة جدا، ممكن يبقى في عنده حتة بيضة بسيطة من الحنية، من الطيبة، من الضمير، تقليب ضمير. فما تأمنش الإساءة بالإساءة. خلي سيرتك كويسة حتى لو ما بينهم بكذب قدام بعض. متديش إساءة بالإساءة، غلط. أكبر غلط إن اللي يشتمني نشتمه واللي يضربني نضربه. أكتر غلط تفهميه الدنيا غلط 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 غلط، بيعمل عداوة وطار لمدى الحياة، ما بين الأحفاد بقى وما بين الدنيا. وكمان انتوا عيلة، يعني انتوا عيلة. سيا طيب، ما انا بقول لك وفاهمة. سيا طيب، تسلم ايدك. ما مش عارفة اقول لك ايه يعني، مش عارفة، بس لهم رب. انت هتكون احسن من هما هيبقوا احسن مني يعني ولا ايه؟ سيا طيب. ما اعرفش والله، انا ماليش في الدولار والكلام ده، بقبض مصري. انا بقبض مصري.